في الفيديو ده هنتكلم على أول سر عشان تبدأي بأقل تكلفة أي مشروع هاند ميد. عارفة بقى انت لو دخلتي على اليوتيوب وكتبتي كيف تبدأين مشروع هاند ميد هتلاقي الكل بيقولك، وأنا كنت واحدة منهم. انزلي اشتري خامات ب1000 جنيه واعملي لوجو واشتري بوكسات تغليف وحركات، والنتيجة الفلوس بتخلص وفي الخيوط والخامات ومن غير ما تبيعي ولا قطعة. لكن في الفيديو ده هقولك على الخطة الحقيقية اللي محدش بيشاركها معاكي، ازاي تبدأي مشروع هاند ميد كامل بتكلفة لا تتعدى ال500، او لو كترنا شوية هيبقى 1000 جنيه، وتجيبي اول عميل في خلال 7 ايام من غير ما تصرفي جنيه واحد على الاعلانات. تعالوا بقى بالورقة والقلم كده نشوف ايه هو السر عشان تبدأي بأقل تكلفة. اول سر وهو طبعا احنا قلناه قبل كده كتير وهو التخصص، بس النهاردة هنتكلمه كده بحاجة تانية او هندخل في حتة تانية. اول حاجه لازم تتخصصي في حاجه، يا اما شنط، يا اما مفارش، يا اما ملابس، يا اما مكرميه. المهم التخصص ان انت هتشتغلي فيه، ودي اول بدايه النجاح. ليه؟ لان انت لو تخصصتي في كذا حاجه هتضطري تنزلي تشتري 10 انواع من كل خامه. هتعملي مثلا مفرش فهتشتري خامات بخيوط تانية، الشنط خيوط تانية. فاهم حاجه ان انت تتخصصي، تشوفي احسن حاجه بتعمليها وتبداي تتخصصي فيها. وليكن مثلا احنا هنمشي على نظام الشنط، يعني هنختار منتج واحد بس تكوني محترفة فيه وسريعة فيه في الشغل اليدوي. ده بنسميه هنا بقى المنتج البطل. وهنا هنركز ميزانيتنا كلها عليها. هتبدأي ان انت تجيبي خامات مثلا تعملك 3 شنط. لو مثلا هتلاقي الخامات ب700 جنيه، ده كده كمان كتير. هتنزلي تشتريه من مكان الأزهر، مكان تدوري كمان على أرخص مكان، مش أرخص جودة، لأن ساعات بيبقى الجودة أو الخامة بتاعة الخيوط مش حلوة، فعشان كده بتبقى رخيصة. لا، احنا بندور على أحسن خامات بأرخص سعر. تعالوا بقى للتسعير. احنا بنقف كتير قوي في حكاية التسعير، وتبدأي تقولي طب انا اسعر ازاي، وتبدأي تدوري على حد يسعر لك. ما تدوريش على اي حد يسعر لك، انت اللي هتسعري المنتج بتاعك، انت اللي بتشتغلي وانت اللي بتقفلي وانت اللي بتعملي الفينش. فانت اللي هتشوفي انت الربح بتاعك قد ايه. بتحسبي الخامات كلها بما فيهم المواصلات اللي انت رحتي، سواء مثلا رحتي بالعربية، رحتي مواصلات، كل ده بيتحط داخل الخامات. وبتحطي كمان الاكياس او البوكسات او ايا يكن انت هتغلفيها في ايه، بتحطي كمان تكلفة الموضوع ده. وفي ناس كمان عايزه اقول لكم بتحط الكهرباء والوقت اللي هي بتقعد فيه. انت كل الخامات دي هتعمليها وهتحددي هامش الربح. انت اللي بتحددي هامش الربح. ممكن هامش الربح بتاعك عايزاه 100، تمام، انت راضيه بكده، تمام. عايزاه 200، تمام. عايزاه 1000، تمام. عايزاه 2000، تمام. انت فاهمه الفكره فين؟ الفكره انت اللي بتقولي او بتقدري تعبك. شوفي تعبك انت تعبتي قد ايه وهتقدريه بقد ايه. بس هي دي كل هامش الربح اللي موجود. ما تسأليش اي حد، ما تدخليش عند صفحات مجاورة تسألي انت بتبيعي بكام، او انت بتعملي نفسك مثلا واحدة مثلا هتشتري عشان تعرفي هي بتبيعها بكام. لا، ما تعمليش كده خالص. انت اللي تحددي. انت ممكن تبقي مثلا لو هتحددي مثلا السعر بتاعك هتبقى ارخص بكتير منها، بس انت راضية بالهامش الربح بتاعك. ممكن تبقي اغلى منها وانت برضو راضية بالهامش الربح بتاعك. فمهم جدا ان انت اللي تحددي السعر بتاعك. تعالي بقى للسر الحقيقي اللي هيخليكي ان انت تتفادي مخاطرة شراء الخامات وتركنيها. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل استراتيجية بتبقى اسمها الطلب المسبق. دي هتكبر الخامات بتاعتك من غير ما تدفعي من جيبك. طب ازاي؟ هتصنعي مثلا او هتعملي شنطة، هتعملي عينة واحدة بس من المنتج البطل بتاعك اللي هو الشنط، وهتصوريها صور وفيديوهات ممتازة تنزليها على حسابك وتفتحي باب الطلب المسبق. واهم حاجه اللي قلتلك ان انت تصوري الفيديوهات تحت اضاءه شمس. مش هقولك روحي جيبي رينج لايت، مش هقولك روحي، لا، اضاءه الشمس بتدي تفاصيل جميله جدا للشغل. ممكن تجيبي ورق الفرخ اللي هو ب5 جنيه او ب10 جنيه اللي هو الجرافت، وتبداي ان انت تصوري دي الخلفيه اللي وراكي. ممكن تجيبيها بيضه، زهريه الزرع اللي جنبك هتستخدميها.
انت بقى فنانة، فهتفنني في ان انت تطلعي فيديو بجد جودة ممتازة عشان تنزليها على حساباتك اللي هي الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. مهم جدا ان انت تفتحي في التلاتة دول، لان التلاتة دول مش هم الناس، يعني هتلاقي اللي على الفيسبوك مش هم اللي على التيك توك، مش هم على الانستجرام. فمهم جدا ان انت تفتحي التلاتة وتبدأي ان انت تصوري الفيديو الممتاز وتنزليه على حساباتك، وتفتحي باب الطلب المسبق. هتكتبي ان الكمية المتاحة مثلا 3 قطع بس للتسليم خلال اسبوع. يعني انت لو حجزتي دلوقتي خلال الاسبوع ده هتستلمي فوري، لان انت طبعا عاملة قطعة واحدة. فانا مش هقولك ان احنا مثلا الا بقى لو رزقك واسع وجابلك ال3 مع بعض، فتمام، انت برضو ايه هتقدري قدها وقدود خلال اسبوع ان انت تسلمي للعميل. لما العميل بقى يطلب قولي له بقى ايه بكل ثقة بقى، علشان القطعة بتتعمل يدويا بالكامل ومخصوصة علشانك بأعلى جودة، بنحجز بالدور في جدول التشغيل. يعني بعد لما بتحول لي عربون مثلا 50%، هتقولوا له مثلا عايزة عربون 50% على فودافون كاش أو انستا باي أو أيا يكن، فحضرتك بتدخل كده في أولوية إن أنت هتستلم الأول. لكن لو حضرتك يعني ما سجلتش أو ما دفعتش العربون، فحضرتك كده كأنك ما حجزتش. تمام. وتقولي له بالفكرة دي. طبعا الفلوس بقى اللي هتجيلك مع اول قطعة اللي هي 50%، هتنزلي تشتري بيها خامات، فبكده انت مش هتدفعي من جيبك، انت بتبيعي بالهامش او بالربح اللي بيجيلك من العميل التاني. طيب تعالوا بقى نشوف هنجيب العملاء ازاي من غير اعلانات في اول اسبوع. سيبك بقى من الطرق اللي هو تعالي اعمل لك اعلان ممول والحاجات دي، لا لا لا. عايزه اقول لك ان الفيديوهات اللي هي الريلز على التيك توك بتبقى احسن من 100 اعلان. تيك توك سريع الانتشار. تيك توك الفيديوهات بتاعته اول ما بتنزليها بتجيب لك مشاهدات كتير قوي. بس اوعي ترفعي صورة المنتج وتقولي الشنطة للبيع ب100 مثلا جنيه او مثلا ب500 جنيه، محدش هيشتري. امشي على خطة ال5 ايام دي. اول يوم هتصوري فيديو 5 ثواني لايدك مثلا وهي بتفتح خامات الخيوط او الخيوط اللي انت جبتيها، وتكتبي بدأت مشروع هاند ميد مثلا ب200 جنيه. ده هيجيب لك عملاء، هيقولك ايه ده انا يعني، هيجيب لك ناس تشترك عندك في الصفحة. تمام. اليوم التاني هتصوري بقى التوتوريال بتاعه الشنطه وانت طالعه بيها واحده واحده. تقدري بقى تحطي عليها مزيكا، تقدري تحطي عليها قصه، انت رحتي جبتي الخامات ازاي وتعبتي ازاي. اكتبي اي قصه عليها، فده هيجيب لك برضو مشاهدات. اهم حاجه ان انت ما تحطيش صور وبس، لا، الريلز هي اللي هتضرب معاكي في الاعلانات. تعالي بقى على السر اللي محدش بيقوله لحد وبتمشي بيه معظم صناع الهاند ميد. ان ايه هو بقى؟ اول حاجه عشان تكسري جبل التلج، طبعا انت عملتي الصفحه محدش بيطلب، طب انا اعمل ايه؟ لا، سر هقولهولك وتقدري تعمليه، حابه تعمليه تمام. اول حاجه هتطلبي من صحباتك او قرايبك ان هم يشتروا المنتج بتاعك او اختك بتكلفه الخامه بس، بشرط ايه بقى؟ يعني انت مثلا هتعرفيهم كده انا هديكي تمن الشنطه دي بالخامات بس، يعني مش هاخد هامش الربح بتاعي، بس بشرط ايه؟ ان انت هتقتني الشنطه دي وكمان هتصوريها لي وهتعملي لي ليها ستوري على صفحتك وهتعملي لي ليها ريفيو على صفحتك، بحيث ان انت تاخدي الريفيوهات دي وتبداي ان انت تحطيها على صفحتك انت، على ال3 صفح اللي احنا فاتحينهم على السوشيال ميديا. ده هيخلي العميل يعرف ان في ناس بجد حقيقية استخدمت شغلك وبجد شكرت فيه، وكمان عشان يبقى الكومنت او الريفيو حقيقي ما يبقاش فيك. فدي تقدري تعمليها سهلة جدا وبسيطة، تقدري اعز صاحبة ليكي تقدري تطلبي منها الطلب ده. في النهاية عايزة أقولك إن المشروع الناجح مش بيبدأ ب10,000 جنيه. المشروع الناجح بيبدأ حتى ب100 جنيه، بس تكون فكرة ذكية وبصبر. ابدأي باللي في ايدك دلوقتي وما تستنيش الظروف المناسبة. قوليلي بقى في التعليقات ايه هو مجال الهاند ميد اللي بتشتغلي فيه، وكمان ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. شكرا لكم.